أنا غسلت ناس كتيرة قبل كده، بس أول مرة تقابلني حالة زي دي. مش حابة أقول اللي شفته، بس واجبي إني لازم أسألك، هي أمك ظلمت حد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كتير قلت لها يا أمي وزعي ورث أبويا بالعدل. يعني أمي بتتعذب دلوقتي. من أغرب الأمور اللي بنعيشها في الزمن الحالي هو تفرقة الأم بين أولادها. في بيوت كتيرة حوالينا ممكن تلاقي أب أو أم بيحبوا حد من ولادهم أكتر من الباقي. ممكن يكون السبب بسيط، زي إن الطفل ده أهدى أو بيسمع الكلام. لكن التفرقة حتى ولو من غير قصد بتوجع وبتكسر، وأحيانا الكسر ده بيعيش معاه العمر كله وبيأثر عليه. التفرقة نار بتولع البيت وبتهده. أنا سحر، عندي 58 سنة. تعالوا أحكي لكم قصتي. أنا اتولدت في أسرة فيها الأب والأم بيعاملوا البنات بشدة وقسوة، ويفرقوا بين البنت والولد. كنت أنا البنت الوحيدة وسط 3 أولاد. بس اللي استغربته هو إن أمي لما حملت وخلفت أختي عزيزة آخر العنقود كانت فعلا اسم على مسمى. كانت عزيزة على قلب أمي. قلت وقتها يمكن عشان صغيرة، دي آخر العنقود وأنا الأولى، يعني بينا 20 سنة. بس حتى لما أختي عزيزة كبرت وبقت على وش جواز، برضو المعاملة الحلوة ليها. وفي يوم سمعت ماما بتقول لها: انت عارفة يا بنتي يا عزيزة، في واحد قريبنا من بعيد أنا شايفاه مناسب ليكي قوي، ايه رأيك أخليكي تقابليه وإن شاء الله يحصل نصيب؟ نفسي أفرح بيكي قوي. ماشي يا ماما، أقابله، بس أنا خايفة لحسن بابا يرفض جوازي عشان أنا أختي سحر أكبر مني ب20 سنة ولسه ما اتجوزتش. لا، خلي أبوك عليا أنا هقنعه، وبعدين يعني أوقف حالك عشان أختك؟ والله أعلم أختك هتتجوز أصلا ولا إيه ظروفها. أنا فقدت الأمل فيها، دي عندها دلوقتي 40 سنة. ومع القسوة اللي في بيتي دي خليت أهم حاجة في حياتي هي شغلي. أنا بشتغل ممرضة، ولأني ناجحة جدا في شغلي كنت بكسب فلوس كتيرة. ولأني بحب الدهب قوي كنت بشتري بكل فلوسي تقريبا دهب. لكن للأسف ما كنتش ناجحة إني أكون أسرة. كنت كل ما أقابل عريس كان يقولي: أنا آسف، ما حسيتش بقبول، مفيش نصيب. حتى في شغلي مفيش حد أعجب بيا وتقدمني، وده لأني مش حلوة قوي. وكمان للأسف كان عندي جفاء وقسوة في تعاملي مع الناس. هجيب منين الحنية؟ ما أنا اتربيت على القسوة والشدة طول عمري، وكل ده أثر على سلوكي وتعاملي مع الناس. وفوجئت بماما بتقولي: طبعا انت عارفة يا سحر إن الجواز ده اسمه ونصيب وبميعاد، وميعاد أختك عزيزة جه. في واحد ابن حلال اسمه محمود، ما انت عارفاه، ده قريبنا من بعيد، طلب أختك وهيتجوزوا خلال 4 شهور عشان هو جاهز. ربنا يتمم لها على خير يا ماما ويسعدها. عقبالك يا سحر، بس كنت طالبة منك طلب كده، ممكن تديني فلوس عشان بس احطهم على الفلوس اللي عطاهاني ابوكي، واقدر اجيب لها شوارها وعفشها؟ ماشي يا ماما. معلش يا سحر، ما انتي عارفة ابوكي جامد شوية، ويا ريت اي حاجة دهب كده من معاكي عشان برضو تشرفي اختك قدام اهل جوزها، غويشة واحدة او سلسلة براحتك. وتمر السنين وابويا يتوفى، بس ما زعلتش عليه لأن هو كمان كان قاسي معايا. وبقيت عايشة في البيت مع أمي بس، لأن إخواتي الرجالة كلهم متجوزين، وأختي عزيزة كانت اتجوزت بقالها 4 سنين. وكانت كل مرة بتيجي فيها عزيزة زيارة عندنا في البيت كنت بشوف ماما وهي بتديها فلوس، وكانت تقول لها: خلي الفلوس دي معاكي يا بنتي يا عزيزة. بس فلوس ايه دي يا ماما؟ دي فلوس ابوكي، خليها معاكي، حتى لو مش محتاجة شيليهم للزمن، الرجالة ملهمش امان، وبرضو عيالك محتاجين. شكرا يا ماما يا حبيبتي، مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. كنت عارفة ان دي فلوس ورث ابويا اللي المفروض يتقسم، وامي اخدت كل الفلوس وعطتها لاختي عزيزة. ومرضتش اتكلم مع ماما وقتها لان امي صعبة قوي،
وهتعمل معايا مشكلة، وفي الآخر هتنفذ اللي في دماغها. وفي يوم لقيت أكبر واحد في إخواتي الرجالة جه عندنا البيت وبيقول لماما: بص يا أمي، أنا بكلمك علشان خايف عليكي، دي حدود وشرع ربنا، وورث أبويا ما تقسمش بالعدل. أنت إزاي يا ولد بتكلم أمك كده؟ أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس. أبوك ساب محل والمحل ده شغال والإيراد بيتقسم عليكم. لا يا أمي، الإيراد مش بيتقسم بالعدل، أنا شغال فيه وبقولك إن عزة دايما بتجيلي المحل وتاخد الفلوس اللي هي عايزاها. أنت هتسرق أختك ولا إيه؟ ما تاخد براحتها أختك، يعني نسيبها محتاجة؟ طيب وفلوس بابا اللي كانت في البنك، بابا ما كانش جايب بيهم بضاعة زي ما قلتلنا قبل كده. عايز الحقيقة؟ عطيتهم لعزيزة. عزيزة دلوقتي بقى معاها عيال، وعيالها أولى، يعني من الآخر كده فلوس أبوها تتمتع بيها هي وعيالها، وما يتمتعش بيها مراتاتكم عشان هم طماعين. يا أمي، أنا مش بكلمك علشان عايز فلوس، رغم إن ده حقي، بس لأني خايف عليكي من عذاب ربنا، هقولك لآخر مرة، ده شرع الله وحدوده. وكنت أنا في الوقت ده ووسط كل المشاكل دي بشغل نفسي دايما بشغلي، مش بحب المشاكل، وخصوصا مشاكل العيلة اللي ممكن توصل لقطع صلة الرحم، فكنت ببعد نفسي. وكانت عندنا حالة في المستشفى، واحدة تعبانة قوي بقالها فترة كبيرة، كل ما تخرج من المستشفى ترجع تاني، وكنت أنا اللي بتابع الحالة دي. وبعد فترة من وفاتها لقيت جوزها الأستاذ عبد الرحمن جالي المستشفى وبيقولي: أنا عارف إن المكان مش مناسب، بس أنا عايزة أرتبط بيكي. بعد وفاة مراتي وأنا بعاني من الوحدة، وكمان ولادي مسافرين شغالين برا زي ما انت عارفة، وشايف إنك أنسب واحدة تشاركيني حياتي. طيب سيبني أفكر وأرد عليك عشان أنت فاجئتني. وفضلت أفكر، هو يا ترى عايز يتجوزني عشاني أنا ولا عشان فلوسي وطمعان فيا؟ ما هو أكيد شايف الدهب اللي معايا، ما أنا بلبسه على طول. ولما اتكلمت مع ماما لقيتها بتقولي: طبعا وافقي عليه وتجوزيه، خلينا نشوف لك حتة عيل بقى. بس أنا شايفة إن وانتي طالعة من البيت ده سيبي دهبك هنا، عشان ده راجل غريب وما ينفعش يتمتع بفلوسك، سيبيه هو اللي يصرف عليكي، وكمان تبقي ضمنتي إنه مش طمعان. صح، عندك حق، أنا هسيب دهبي هنا، وكمان هقعد من الشغل عشان ما ينفعش يتمتع بفلوسي ويطمع فيا. وبعد جوازي من عبد الرحمن لقيته حنين عليا قوي وأخدني شهر عسل. ومش كده وبس، ده أنا كمان طلعت حامل وبقيت فرحانة قوي. بس للأسف فرحتي ما كملتش وسقطت، ولقيت عبد الرحمن بيقولي: ما تزعليش نفسك يا سحر، ده نصيب ولازم نرضى، وربنا يعوضك إن شاء الله. أنا عارف إنك بتقولي في نفسك إني مش فارق معايا عشان أنا عندي عيال، لكن أنا عايزة أخلف عشان عايزة أشوفك فرحانة. ولما حسيت بالأمان مع عبد الرحمن رحت بيت أمي عشان آخد دهبي، بس الصدمة ما لقيتش الدهب بتاعي في مكانه. ولما سألت أمي لقيتها بتقولي: أنا عطيت الدهب ده لأختك عزيزة، هي عيالها دلوقتي في مدارس خاصة ومحتاجين الفلوس، لكن انتي محتاجاها في ايه؟ وعلى العموم أنا شلتلك منهم اسورة كبيرة ليكي. على العموم يا ماما، مادام فلوسي راحت لولاد عزيزة يبقى كأني صرفتهم على نفسي، لأن ولادها هم ولادي. أنا بعد ما سقطت الدكتور قال لي إن صعب أحقق حلم الأمومة بسبب سني الكبير. أيوة كده يا حبيبتي، عين العقل، عيال أختك عزيزة هم عيالك. وبعد فترة سمعت إن أختي عزيزة اشترت شقة جديدة وقفلت شقتها القديمة وراحت عاشت في الشقة الجديدة دي. طبعا يا عزيزة كنت لازم تشتري الشقة دي، كل اخواتك الرجالة جايبين لمراتاتهم شقة والتانية. ولو حد من خواتك سأل عزيزة جابت فلوس الشقة منين، هقول إن جوزك باع حتة أرض كانت عنده. طب كويس إنك قلتيلي عشان يبقى كلامنا واحد ومحدش يشك فينا. وتمر الأيام وأمي كانت تعبانة قوي وتطلب من أخويا وتقوله:
أنا بوصيك يا حسام، اوعى تدخل عليا وأنا بتغسل نسوان خواتك، لا مراتك ولا مراتات خواتك. وتموت أمي وتطلع المغسلة وتقول: أنا غسلت ناس كتيرة قبل كده، بس أول مرة تقابلني حالة زي دي. مش حابة أقول اللي شفته، بس واجبي إني لازم أسألك، هي أمك ظلمت حد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كتير قلت لها يا أمي وزعي ورث أبويا بالعدل، يعني أمي بتتعذب دلوقتي. لأ، أمي ما ظلمتش حد، أمي كانت بتديني فلوس من معاها هي. انتم أدرى وأعلم بحالها اللي كانت عليه في الدنيا، والعذاب والرحمة دي حاجة ترجع لأمر ربنا. بس أنا لازم أقول اللي شفته بيدل على ذنوب وظلم. رجعوا الحقوق لأصحابها. هقول لكم على حاجة يمكن لأول مرة تعرفوها. أنا ما كنتش راضية إن أمي تاخد دهبي وتديه لأختي عزيزة. ده شقى سنين وتعب، بس سكت وقتها لأني مش بخلف ومليش حد، وعارفة إن أمي قوية، ممكن تقلب الدنيا كلها عليا وتقلب كمان خواتي عليا. فاضطريت أسكت وكأني بشتري حبهم ليا بدهبي، وعشان أحسس نفسي إن عيال أختي كأنهم عيالي، وهم في الحقيقة مش عايزين غير فلوسي. وتمر الأيام وعزيزة حتى ما فكرتش إنها ترجع الحقوق لأصحابها عشان خاطر أمها ما تتعذبش. وما كانتش عزيزة بس هي اللي طمعانة، حتى بناتها كانوا طمعانين. وفي يوم لقيت بنتها جت عندي البيت وقالت لي: شفتي يا ماما سحر، ماما عزيزة بتقولي مش معاها فلوس تجيب لي هدوم جديدة، ممكن تجيبي لي انت يا أجمل وأحن أم؟ واختي عزيزة جه عليها الدور في العقاب، وده لما اكتشفت إن جوزها محمود متجوز عليها بقاله 3 سنين ومخلف كمان، يعني من يوم ما اشترت الشقة الجديدة ونقلت فيها. ووقتها جوزها قال لها: ما تحلميش إن أطلق مراتي الجديدة، ده أنا مخلف منها. وأنا أقول كل شوية تاخد مني فلوس ليه؟ وتقولي عشان تعبان وبتعالج؟ أتاريك بتصرف على الهانم من فلوسي. طلقها يا محمود، وإلا أنت عارف اللي هيحصل لك، خواتي الرجالة مش هيسيبوك. خواتك خلاص بقى، ما أنا عارف اللي فيها، مستحيل يساعدوكي، ما خواتك عارفين إنك أكلتي ورثهم. لو عايزة تتطلقي أطلقك عادي، لكن هي مستحيل أطلقها، لأني شفت معاها الحنية والحب اللي عمري ما شفتهم معاكي. واختي عزيزة اتطلقت وعاشت هي وبناتها في شقتها، لكنها ما فكرتش برضو إنها ترجع الحقوق. وده لأن الإنسان بينسى أخطائه، ولكنه بيتفاجئ بعقاب ربنا في الدنيا، والعقاب الأكبر في الآخرة، لأن ربنا ما بينساش. وعشان كده كل واحد فينا لازم يراجع نفسه قبل ما يجيله يوم ملوش رجعة. أما عني أنا، بعد كل اللي مريت بيه، شايفة إن الدنيا ما تستاهلش كل الصراع ده، خصوصا بعد ما ربنا رضاني بزوج حنين نساني كل أحزاني.